طب سيادة الوزير، كيف سيكون دعمكم في حزب المؤتمر للمشير السيسي؟ انا عارف النهارده كان في مؤتمر صحفي ناويين تعملوه، او الشباب الحزب كانوا عايزين يعملوه، حضرتك يعني قلت لا بلاش البروباجندا، احنا ما بنهرولش، احنا بنخدم مصر. وده يعني اللي انا عرفته من حضرتك وانا في نقاش معاك، وانا الحقيقه بفاجئك ان انا هسال السؤال ده. ده نقاش قبل ما نبدا الحلقه. احنا ما بنهرولش، لكن احنا نستطيع ان احنا نخدم بالظبط. المرشح اللي احنا شايفين ان هو ينفع، دون ان نطلع نطبل. يعني احنا مش بتوع تطبيل. بالظبط. هو يعني ده برضه انت العيب ان انت تعرفني من زمان قوي، فعشان كده تبقى عارف شخصيتي اكتر من المشاهدين يعني. انا مش من هواة الزفه ولا من هواة التطبيل لكن انا عندي قناعه بانه هذا الرجل هو الرئيس القادم لمصر، وهو الجدير بهذا المنصب. بنقدم كل انواع يعني الدعم والتأييد. قدمتوا الاسبوع اللي فات بس حوالي 30,000 توكيل، اكتر من 30,000 اكتر كمان. فادي والشباب الحزب عملوا مسيره بيهم متهيألي، او راحوا وسلموهم. وراح الامين عام الحزب اللي هو الأمين امين راضي فسلمهم هناك. يعني احنا شغالين، وعندنا ده برضو مهم العمل جدا. في صمت يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت احنا مش في الحمله، احنا مش في حملته. احنا لنا برنامجنا احنا الخاص لتأييده. لكن احنا لا ندعي ان احنا جزء من حمله المشير السيسي، عشان ده برضو يبقى واضح لو انت قلت لي قبل كده مره واثنين وثلاثه احنا ما بنهرولش. بالظبط، ومش هنهرول. لكن احنا عندنا اقتناع، والاقتناع ده لكن لدينا قناعه بهذا الرجل. بالظبط. وسندعمه وهنعمل من اجل دعمه بطرقنا وبطريقتنا الخاصه بالحزب. وهتشوف انه الحزب هيكون فعلا يعني اداه جيده جدا لدعمه في الفتره القادمه.